معايا الاستاذ تامر مرسي صاحب شركه السرير دي. يا باشا معاك يا باشا، مش متاثر عليك ولا حاجه، بس كل المشكله الاستاذ احمد السبكي مضيت معاه على فيلمين ثلاثه كده واخلص واجي لك على طول عادي، ما فيش اي مشكله. من ناحيه الفلوس لا يا باشا كلها فلوس ولا يهمك حاجه. هو كان ساب لي في الحساب كده عدى عليه ساب لي 2 مليون جنيه وعادي يعني الفلوس سهله. اخلص معاه الفيلمين وارن على حضرتك. سلام سلام. ما تعمل ايه هنا يا حاج مينا؟ انا شفتك قبل كده اما شاب عليك، شفتك فين؟ انت عملت معايا مسلسلات ولا افلام قبل كده؟ الشكل ده مش غريب عليا، شفتك في حفلات العالمين. وانت عملت افلام قبل كده ولا مسلسلات ولا رحت مدينه عالمين؟ ايوه انا كده افتكرتك. وعاملين ايه يا حاج مينا؟ ايوه كده ارجع لاصلك يا حاج مينا. وبعدين ايه حكايه تامر مرسي واحمد السبكي والمنتجين اللي هتقطع نفسها عليك دي؟ ما انت مش عارف حاجه يا حاج بكري، مش تسكت. ده انا من ساعه ما سبتك والمنتجين ما ياكلوا ببعض عليا والدنيا لعبت معايا وبقت الفلوس، يا ريتني سبتك من زمان. ياك ده كانت فتحه خير لما سبتك. منتجين اللي هتقطع نفسها عليك يا حاج مينا؟ ده انت كنت بتعمل معايا الفيديو دقيقتين كل اسبوع وكنت اما تتعب وتطلع عيني. لا يا حاج ده كان زمان. هو انت مش شايف انا بقيت ايه الوقت وضع تاني، وشايف انا لابس ايه وبقيت حاجه تاني. انسى ايام زمان. لا باين عليك الصرف يا حاج مينا. طب ونزل رجلك دي وحياة ابوك انت بتتكلم. على مالك يا حاج بكر، على مالك حتى دركت الراني يا اخي اللي لسه ما شربتوش يا اخي. راني؟ وفي ممثل مش عارف الراني من المارين ده؟ حاجه سجعه وخلاص. بص يا حاج بكر ايه، انا مش محتار اشتغل معاك بس بحبحها علينا يا حاج بكر. اهم حاجه الفلوس. اصرف يا حاج بكر. زمان ديز ماني، زمان ديز ماني، زمان دزماني. اهم حاجه الفلوس. بحبحها صلى على كده. النبي. عرفت زمان دزماني هنا بحبحها ازاي؟ انت كل فيديوهين عايز فلوس، ده انت عايز بنك يا حاج مينا. بص يا حاج بكر ايه، يا عم انا مش عايز منك حاجه غير مرتب شهري ثابت 5000. ان كان على 5000 جنيه سهله يا حاج مينا. دولار يا حاج بكر، دولار بالجنيه. الصلاة على النبي يا حاج مينا. وكمان عرفت الدولار. الله يرحم ايام زمان لما ما كنتش اما تعرف الخمسة من العشرة. نسيت ايام زمان في دكان حمدان لما ما كنتش عارف الخمسة من العشرة. هم 5000 جنيه مصري فقط لا غير. يا حاج بكر ايه، انت عارف ان انا داخل على جواز والعمله المصريه دي ما تنفعش معايا. وبالمناسبه انا مخليك انت اللي تشوف لي العروسه، فبحبحها شويه. سيارات العمله المصريه مالهاش لازمه، مش هتاكل عيش معايا. هتقضي مصلحه ولا امضي العقد مع تامر مرسي والاستاذ احمد شوقي. شوقي مين؟ وانت هتقول شعر ولا هتمثل؟ احمد شوقي ده امير الشعراء. شوقي؟ مين اللي جاب شوقي؟ انا انت بصراحه روشني ساعه ما تقرب عليا ما تنجمني. ما تخافش يا حاج مينا، بس تعالى تعالى انت عشان انت حبيبي برضه وابن عمي. انا هزودهم لك 2000 هيبقى 7000 جنيه. تمام يا عم؟ طب اللي وصلنا للسبعه يا حاج بكر يعني مش بحبحها شو تفرق يعني، تبقى 10 بالمره. اللي خلانا وصلنا للسبعه نبقى نوصل لل10. وانت عارف التعب التمثيل وانت عارف ضرب وحوارات. ماله يا حاج مينا، وانا موافق بس على شرط تبطل الحوارات بتاعتك دي. خلاص يا حاج بكر استبينا يا حاج بكر. صافي يا لبن حليب يا قشطه. خرب بيتك خرب بيتك. شيل الراني بتاعك ده. راني يا راجل انت صدقت ده مليانه ميه. دي حكايه احمد السبكي وتامر مرسي. يا راجل ده احمد سبكي مين وتامر مرسي مين؟ ده انا دي الاسبوعين ما شحنتش كارت فك. انت تتبع السهر دي. انت هتقول لي ما انا عارفك، ما انا عارفك مادي يا حاج مينا. يعني خلاص كده صافي يا لبن. حليب يا قشطه. حليب يا قشطه يا حاج مينا. ما اشوفك بكره في التصوير. مع السلامه يا حاج بكر. سلام. سلام. استاذ احمد السبكي. يا باشا بقول لك يا باشا الغي كل العقودات اللي انا مضيتها معاك. لا الغي. انا رجعت خلاص لاخويا وحبيبي الحاج بكري وهنشتغل معاهم بكره. خلاص تمام يا باشا. ولا اقول لك يا استاذ احمد خلي العقودات ساره زي ما هي يا باشا، ربما تجد في الامور امور محدش عارف بكره في ايه. والحاج بكر ده ب100 راي اني بكمل معاك. خلي العقودات ساره يا باشا زي ما هي. تمام يا باشا. سلام.